تعالوا بقى ندوق كده، وعايزه اوريكم كمان شكلها من جوه بقى عامل ازاي. يلا. طبعا انا كنت هموت اصلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا النهارده نعمل حاجه حلوه وسهله وبسيطه بمكونات سهله جدا وبسيطه وعلى قد ايدينا. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا ندخل، يلا بينا. هجيب بوله، هحط في البوله كوبايه من الدقيق، كوبايه واحده اهو. هحط كوبايه زبادي، دي كوبايه زبادي اللي هي بتبقى 105 جرام. طبعا لو حابين تضاعفوا الكميه او تزودوا في الكميه تقدروا تزودوها، مفيش اي مشكله. هنحط كده كوبايه الزبادي بالميه بتاعتها اللي بتبقى موجوده، وهننزل بقى كمان بايه؟ بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر اهو، بس كده. وذره بقى بسيطه كده من ايه؟ من الملح، ذره بسيطه. هقلب بقى المكونات دي كده مع بعض لحد ما تبقى عندي عجينه. قلبوا بقى كويس. بصوا بقى العجينه، بصوا عامله ازاي بتلزق معايا شويه. هحط عليها بس بصوا يعني حاجه بسيطه جدا من الزيت، حوالي يعني معلقه صغيره كده اهو، عشان التلزيقه دي كده تبتدي ان هي تفك معايا اهو. بصوا ادي بقى العجينه بتاعتنا، عجينه سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله خالص. ده بقى شكلها بعد ما حطينا عليها زي ما قلت لكم معلقه صغيره بس من الزيت عشان تتلم معانا. هغطيها بقى وهبتدي اسيبها لمده بس 10 دقايق كده ترتاح، علشان نبتدي ان احنا نسخن الزيت ونسخن الطاسه على النار. يلا بينا يلا بينا. هجيب بقى ميه كده في ايديا والزيت طبعا على النار. هبتدي اكور كده كرات العجينه وانزل بيها كده بالشكل ده. مش هحط زيت، انا هحط زي ما قلت لكم هكور او هحط في ايديا ميه اهو بالشكل ده، واجيب قطعه كده سريعا من العجينه وبكون موطيه عليها، ما بكونش معليه عليها النار. بصوا بقى سامعين؟ خطيره. تعالوا بقى نبتدي نحطها كده بالشكل ده. نحط بقى عليها شوكليت، سكر بودر اللي انتوا حابينه تقدروا تحطوه عليها اهو بقى كده. ونجيب بقى ايه؟ صوص الشوكليت كده، يا سلام اهو. زي بقى ما انتوا حابين تحطوا صوص شوكليت حطوا، حابين تحطوا سكر بودر حطوا، عايزين تنزلوها في السيرب او الشربات تعملوا عسل وتنزلوها فيها هتبقى حلوه جدا. تعالوا بقى نحط كمان هنا بقى سكر ايه؟ سكر بودر. طبعا ده هيبقى ايه؟ حل سريع كده لناس كتير. بصوا بقى هتبقى حلوه قوي، طعمها بجد لطيف وسهله وبسيطه، ما خدتش مننا اي وقت ولا مجهود كده. وعايزه اوريكم كمان شكلها من جوه بقى عامل ازاي. يلا. طبعا انا كنت هموت اصلا عشان واحده صاحبتنا كانت حاطه عينيها عليها. هحط لك حاضر اهو، وهديكي واحده اهو، اتفضلي اهي. حلو كده؟ ما تنطقي حلو اهو. بصوا مزوده الشوكليت اهو، اتفضلي. ايوه بالهنا والشفا. بصوا من جوه عبال ما هي تاكل. بصوا جميله بقى، بصوا مفرغه ازاي، بصوا خطيره. حلوه بجد، حلوه طعمها تحفه. عاملين عجينه كده طريه، حاجه سهله قوي بسيطه، عامله زي الدونتس. بس طبعا دي مكونات بقى ثانيه. لا بس هي جميله وسهله، يعني ممكن نعمل بقى الكميه اللي احنا عايزينها، وكمان ممكن نعملها اشكال اكبر من الكرات دي، بس الكرات بتبقى احسن كمان في التسويه. يلا اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم، دي اهم حاجه. وما تنسوش يا ريت لو عجبكم الفيديو اللايك والشير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات ثانيه جايه كتير، ومستنيه ارائكم وتطبيقاتكم على البيدج بتاعتي مطبخ مي امين. باي باي.